عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأعزاء مستمعي صوت العرب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحة النفسية في منهج السنة النبوية. معكم هدى المغاوري. أمسية الليلة تكملة لتحقيق الجانب الوجداني للإيمان، وقد تطرقنا إلى أن الجانب الوجداني يتضمن المشاعر، ومن هذه المشاعر حب الله تعالى وحب الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وأيضا مشاعر الخوف من الله وخشيته. وهذه هي حلقة الليلة. الخوف من الله له سببان: خوف العقوبة وخوف الهيبة والإجلال. أما خوف العقوبة أو خوف العقاب فهو للعصاة، ولكن خوف الجلال والعظمة فهو لكل قلب من المخلوقين، لا يدل عن قلب أحد من المخلوقين، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وذلك لأن الله تعالى غني لذاته عن كل الموجودات، وما سوى من الموجودات محتاجون إليه، والمحتاج إذا حضر عند الملك الغني يهابه ويخافه. وليست تلك الهيبة من العقاب، بل مجرد علم هذا الكائن بكون الله غني عنه، وكونه هو محتاج إليه، وهذا الاحتياج يوجب تلك المهابة وذلك الخوف. لذا كان أثر هذا الخوف من الله أثر جيد على الصحة النفسية للمؤمن، يتضح فيما يلي. عندما يخاف المؤمن من الله سبحانه وتعالى يعصم من المعصية والانحراف، وليس دليل أكثر دلالة على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل طلبته امرأة في آخر الحديث: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة ذات منصب وجمال وتطلبه، توفرت كل الشروط للإغواء وكل الشروط للمعصية، ولكنه يرفض مخافة الله. هنا يتضح خوف المؤمن من الله إجلالا وعظمة لله سبحانه وتعالى. الخوف من الله يمنع المؤمن من الاعتداء على الآخرين، فهو الذي منع أحد ابني آدم من البدء بالاعتداء وقتل أخيه، لأنه كان يخاف الله. الخوف من الله هو الدافع على العمل الصالح الذي يرضي الله ويسعد المؤمن يوم القيامة ويجنبه العذاب والشقاء. الخوف من الله معين للداعية على نشر رسالة الله وتطبيقها، والاستهانة بكل خطر يقف في طريق ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يقول: وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا فلا تخشى غيره، أو محاسبا فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله في حسابك. الخوف من الله يحقق الأمان النفسي في الدنيا. إذا تحقق الخوف من الله انعدم الخوف مما سوى الله. إن توجيه طاقة الخوف لتكون من الله يجعل الإنسان في أكثر الحالات نقاء على المستوى النفسي، ويجعله مطمئن البال، فالخوف من الله مصدر سعادة الإنسان. إن الخوف من الله تعالى في الدنيا والمتبوع بالعمل يورث المؤمن في الدنيا أمنا يستمد من الوعد والتبشير، فنجده مع خوفه يجمع كل أمارات الاطمئنان والهدوء والاستقرار، فهو خوف غير كل خوف، وأمن يعلو كل أمن. الخوف من الله يصون قلب المؤمن عن العجب والغرور والكبر، ويكسبه التواضع والإخبات، فيظل دائما في حالة عمل للصالحات وأمل في تحقيق مرضاة الله، فالعبرة بالخواتيم. الخوف من الله يحقق لصاحبه دخول الجنة، ولكن هل الخوف من الله له شروط حتى يحقق الصحة النفسية؟ هذا ما نتعلمه أو نعرفه في الحلقة القادمة. شكرا لكم.